خبطه داخله من الضلوع وصل القلب. العرض بين الضلوعين. انا عايزه ان ابني ياخد حقه. حق ابني، مش عايزه حاجه، ده اللي انا عايزاه. كانت الأجواء هادئة للغاية في فترة ما بعد الظهيرة في إحدى قرى مركز الطوخ بمحافظة القليوبية المصرية، حيث كان الموظفون قد عادوا من أعمالهم، وكان الفلاحون قد انتهوا من عملهم في حقولهم وسكنوا إلى أسرهم، فيما انشغلت ربات البيوت بتنظيف المنازل والقيام بتزيينها، فلم يكن يفصلهن عن عطلة العيد سوى بضعة أيام فقط. كانت السكينة والهدوء يخيمان على أجواء القرية بشكل عام، عندما اخترق ذلك الصمت صوت صرخات نسائية عالية، وسرعان ما استطاع بعض أهالي القرية تحديد هوية صاحبة الصوت، وهي شابة من أهالي القرية تدعى ريهام سعيد. وقد كان صوت الصرخات قادما من منزل زوجها. هرع عدد من سكان القرية إلى منزل زوج ريهام محمد أحمد، الذي كان من الواضح أنه يخوض شجارا داميا معها، حيث إن صرخات المرأة كانت تتزايد وكانت مصحوبة بصيحات استغاثة تشير إلى أنها تتعرض للاعتداء على يد زوجها. عندما وصل بعض الجيران إلى المنزل وحاولوا الصعود إلى شقة محمد الواقعة في الطابق العلوي، فوجئوا بوالدة محمد تخرج عليهم وتطلب منهم عدم التدخل. تحدثت والدة محمد مع الحضور وطلبت منهم أن ينصرفوا من أمام منزلها وألا يتدخلوا في شؤون ابنها وزوجته، مشيرة إلى أن ابنها رجل ومن حقه تهذيب زوجته وتربيتها كيفما شاء ووقتما شاء. عندما ألح بعض أهالي القرية على المرأة العجوز بالتدخل لفض النزاع، أغلقت والدة محمد الباب في وجوههم وطلبت منهم ألا يعودوا من جديد. طوال تلك الفترة كانت صرخات ريهام لا تزال تتعالى، وكانت تصيح بكل ما أوتيت من قوة طالبة المساعدة، مشيرة إلى أن محمد كان على وشك الفتك بها وإنهاء حياتها إن لم يتدخل أحد ويمنعه من ذلك. وقد استشعر أهالي القرية الخطر فسارعوا بالاتصال بالشرطة للتدخل وإنقاذ حياة ريهام. كما انطلق بعض الأهالي إلى منزل والد ريهام وأخبروه بالأمر، وعندما وصلت قوات الأمن ووالد ريهام إلى مسرح الحادث كان بانتظار الجميع مشهد مفاجئ وصادم للغاية. ترى ما الذي وجدته السلطات في شقة محمد؟ وكيف ستنقلب مجريات هذه القضية بشكل مفاجئ؟ لمعرفة الإجابة على هذه الأسئلة تابعوا معنا هذه الحلقة المقدمة من قناة دهاليز، حيث يكشف النقاب عن أعقد الجرائم والألغاز. عندما وصلت وحدات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مسرح الحادث كان الهدوء يخيم على المكان، وكانت صرخات ريهام قد سكنت أخيراً. وقد توقع أهالي القرية أن هذا السكون يوحي بوقوع الأسوأ، حيث إن كل ما تبادر إلى أذهانهم أن الفتاة الشابة قد فقدت حياتها بالفعل جراء الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له على يد زوجها. صعد رجال الشرطة والمسعفين إلى شقة محمد أحمد الواقعة في الطابق العلوي من منزل أسرته، ولم يسمحوا لأي من الحضور بالصعود بصحبتهم. كانوا يدركون جيدا أنهم على وشك الدخول إلى مسرح جريمة محتمل، ولم يكونوا ليخاطروا بتدمير الأدلة عن طريق السماح لهذا العدد الهائل من المتجمهرين بدخول منزل الزوجين الشابين. في ذلك الوقت كان والد ريهام قد وصل إلى مسرح الأحداث بعد أن تلقى الخبر من عدد من أهالي القرية الفزعين الذين هرعوا إلى منزله لتحذيره بعدما منعتهم والدة محمد من مساعدة ريهام. وقد زاد مشهد تجمهر الأهالي وازدحام الشارع بسيارات الشرطة والإسعاف من القلق الذي كان ينهش قلب والد ريهام بالفعل. وقد وقف الرجل بجانب العشرات من أهالي القرية ينتظر بصبر خروج أي من رجال الشرطة أو المسعفين ليطمئن على مصير ابنته. كانت لحظات ثقيلة تلك التي قضاها والد ريهام وأهالي القرية بالقرب من المنزل وهم ينتظرون الخبر اليقين، قبل أن يتفاجأوا ببعض المسعفين يخرجون من المنزل وهم يحملون جثة كانوا قد وضعوها في كيس أسود مخصص لحمل الجثث. وقد كان الاستنتاج المبدئي للجميع أن هذه لم تكن سوى جثة ريهام، وقد بدت الدموع تنهمر على خد والد ريهام بالفعل عندما فوجئ الجميع بصوت الفتاة الشابة وهي تصرخ، وكانت مقيدة بالأصفاد يقودها بعض الضباط إلى سيارة الشرطة لاحتجازها. في تلك الأثناء أصبح المشهد شديد الضبابية بالنسبة للحضور الذين تهافتوا للاقتراب من سيارات الشرطة لسؤال الضابط عن حقيقة ما جرى.
وقد انصدم الجميع عندما علموا أن ريهام هي من أنهت حياة زوجها بعد أن وجهت له طعنة نافذة في صدره. عندما دخل المحققون إلى شقة محمد وجدوا ريهام تقف فوق جثة زوجها الملقاة على أرضية المطبخ وهي تبكي وتصرخ من شدة الفزع. وعندما سألوها المحققون عما جرى أخبرتهم ريهام أنها طعنت زوجها للدفاع عن نفسها بعد أن أوشك الأخير على إنهاء حياتها. ألقى رجال الشرطة القبض على ريهام على الفور وبذلوا قصارى جهدهم لتهدئتها لأنها كانت لا تزال في حالة من الهيجان. لاحظ المحققون أن المنزل بأسره كان في حالة من الفوضى العارمة، حيث كان الزجاج محطما وكانت الأغراض متناثرة في كل مكان، فيما كان باب الحمام مدمرا بطريقة مستهجنة للغاية، وهو ما يدعم رواية ريهام التي كانت تفيد بوقوع شجار عنيف بين الزوجين قبل وقوع الحادث. تم إرسال جثة الضحية إلى المعمل الجنائي لإخضاعها للتشريح، فيما تم اصطحاب ريهام إلى مركز الشرطة لتخضع لاستجواب دقيق من قبل المحققين. كانت ريهام متعاونة للغاية مع المحققين في سرد قصتها بالكامل منذ أن تعرفت على محمد وصولا إلى اليوم الذي وجدت نفسها فيه مضطرة لغرس سكين في قلبه وإنهاء حياته. أوضحت ريهام للمحققين أن القصة بدأت قبل حوالي 4 سنوات، وذلك عندما كانت لا تزال طالبة جامعية في مقتبل العمر. في تلك الفترة التقت ريهام بالصدفة بشاب من أبناء قريتها يدعى محمد أحمد، والذي كان في ذلك الوقت يعمل كمحاسب في إحدى الشركات في مدينة طوخ، وكان مقربا من عائلة ريهام نظرا لأن والدته كانت زميلة والدة ريهام في العمل سابقا. كان والد ريهام يستلطفان محمد للغاية، كان يريانه شابا مكافحا وطموحا وبارا بوالدته التي توفي عنها زوجها في سن مبكر، ولذلك كان الشاب يلتقي بالعائلة بكثرة، وسرعان ما بدأت ابنتهم الشابة تلفت نظره وبدأ في التقرب منها، ونشأت بينهما علاقة عاطفية محمومة أدت في نهاية ابن محمد إلى التقدم لوالد ريهام لخطبتها بشكل رسمي. كان محمد يمتلك شقة جاهزة في الطابق العلوي من منزل أسرته، كما كان يمتلك وظيفة مرموقة تدر عليه دخلا كافيا ليتحمل نفقات بيته وزوجته وأسرته في المستقبل، فضلا على أنه كان شابا خلوقا ومحترما، والأهم من كل ذلك أنه كان متيما بريهام ويحبها إلى حد الجنون. ونظرا لكل تلك الأسباب لم تتردد ريهام ولا أسرتها في القبول بطلب محمد. تمت إجراءات الخطبة والزواج بسرعة كبيرة، وسرعان ما وجدت ريهام نفسها في منزل زوجها الذي كان يعد جزءا من منزل أسرته، حيث كانت والدة محمد وشقيقته الصغرى تقيمان في الطابق السفلي من المنزل. وقد كانت الأمور تسير على خير حال بين الزوجين الشابين في بداية الزواج، لكن سرعان ما بدأت المشاكل والأزمات تتسرب إلى حياتهما الزوجية اللطيفة. على الرغم من أن محمد وزوجته كانا يسكنان في شقة منفصلة، إلا أن منزلهما كان مفتوحا طوال الوقت لوالدة محمد وشقيقته الصغرى، فضلا على أن والدة محمد كانت تتوقع دائما من ريهام أن تنزل لمساعدتها وابنتها في مهام المنزل وفي إعداد طعام الغداء لمحمد. لم تكن علاقة والدة محمد بريهام جيدة على الإطلاق، حيث كانت المرأة المسنة عادة ما تنتقد تصرفات وسلوكيات ريهام، وذلك بشكل رئيسي لأنها كانت ترى أن ريهام تحمل محمد أكثر من طاقته وتنفق أمواله التي يشقى ويكد لجمعها في أمور تافهة. فمحمد الذي كان رجلا في غاية الرومانسية كان دائما ما يبتاع لزوجته الهدايا والورود، وبطبيعة الحال كانت والدته مطلعة على كل التفاصيل بحكم إقامتها مع الزوجين بشكل دائم. كانت والدة محمد عادة ما تفتعل المشاكل مع ريهام وتكيل لها الإهانات والنقد، لكن ريهام كانت صبورة على ذلك لأنها كانت تعشق زوجها ولم ترد خسارة علاقتهما القوية، خصوصا أنها تعلم أن ارتباطه بوالدته كان شديدا للغاية. بالإضافة إلى ذلك أشارت ريهام في حديثها مع المحققين إلى أن والدة محمد كانت تتدخل بشكل فج في شؤونها الخاصة وتعلق على كل التفاصيل الخاصة بها كملابسها وطريقة حديثها مع زوجها وطريقة إعدادها للطعام، وكانت تناقشها في تفاصيل خاصة لا يجوز مناقشتها إلا بين المرأة وزوجها.
وقد بلغ بها التدخل في شؤون ريهام حد أنها كانت تطلب من ريهام أن تريها محتويات الأكياس التي تعود بها من الخارج، ولم تكن تكتفي بالنظر إلى الأغراض بصمت، بل كانت تكيل الانتقادات لريهام على إنفاقها لأموال زوجها على تلك السخافات. كانت والدة محمد تتمتع بشخصية تسيطر على كل من حولها، وعلى رأس هؤلاء الأشخاص ابنها محمد. لذلك كانت المرأة دائما ما تملأ رأس ابنها بأفكار سلبية حول زوجته، ولم تتروع عن التفوه بتلك العبارات في حضور ريهام دون أن تأبه لمشاعرها. مرت الأيام والأشهر والسنين، وأنجب الزوجان معا طفلين وهما رهف وأحمد، وقد وطد الإنجاب أواصر الصلة والحب بين الزوجين الشابين. لكن علاقة ريهام مع والدة محمد استمرت على حالها رغم مرور الوقت، وبدأت الأمور تتطور بشكل متسارع. بدأت المناوشات بين ريهام ووالدة محمد تصل إلى حد الشجارات العنيفة، وكان محمد في كثير من الأحيان يتدخل لنصرة والدته. على إثر ذلك كانت ريهام تغادر منزل زوجها مغاضبة وتعود إلى منزل والدها بين الفينة والأخرى، لكن محمد كان دائما ما يصلح الأمور بينه وبين زوجته بالاعتذار والتودد إليها ولأسرتها، فضلا على أن والدي ريهام كان يريان محمد شابا جيدا وزوجا صالح، وأن المشاكل الواقعة بينه وبين زوجته مشاكل طبيعية تقع بين أي زوجين. كانت ريهام في كل مرة تعود لمنزل زوجها في النهاية لتبدأ من جديد دوامة مشاكلها مع حماتها، وفي إحدى المرات نفد صبر ريهام وانفجرت في وجه والدة محمد بالصراخ، طالبة منها أن تهتم بشؤونها الخاصة وألا تتدخل بينها وبين زوجها. وكانت ردة فعل حماتها عنيفة للغاية، حيث انقضت عليها وكالت لها الضربات والسباب قبل أن تقوم بجذبها من شعرها بطريقة مهينة. كل ذلك الاعتداء المهين وقع بوجود محمد الذي لم يحرك ساكنا للدفاع عن زوجته أو حمايتها من براثين والدته. وعلى إثر ذلك الشجار غادرت ريهام منزل الزوجية، وهذه المرة كانت مصرة على الانفصال، لكنها واجهت كالعادة رفض والديها اللذين اكتفيا بالتوصل إلى اتفاق مع محمد يضمنان من خلاله ألا يتكرر هذا الحادث مجددا. عندما تأكدت ريهام أنها لن تتمكن من الانفصال عن زوجها بسبب تمسك والديها به، اشترطت أن يوفر لها محمد شقة بعيدة عن منزل أسرته، لكن محمد أخبرها أن ذلك مستحيل لأنه لا يستطيع ترك والدته، وأن ذلك سيؤثر عليها بشكل سيء للغاية، ولم يكن مستعدا لفعل ذلك. في نهاية الأمر اتفق الزوجان أن تعود ريهام إلى منزل الزوجية بشرط أن تبقى في شقتها وأن لا تختلط بوالدة محمد إطلاقا، حيث لم يكن يتوجب عليها النزول لمنزل الأم، ولم تكن الأخيرة تصعد إلى شقتها قط. وقد ساهم هذا الحل في تخفيف حدة الأزمات والمشاكل بين أفراد الأسرة، وبدأوا يشعرون ببعض السلام والسكينة. في شهر يوليو من العام 2021 عندما اشتدت حرارة الصيف، طلبت ريهام من محمد أن يشتري مكيفا للهواء لتخفيف حرارة الصيف عليها وعلى أبنائها، لكن محمد أخبر زوجته أنه لا يملك المال الكافي لشراء جهاز كهذا. عندها أخبرته ريهام بأنها ادخرت بعض المال من مصروف المنزل خصيصا لهذا الغرض. خرج محمد وريهام وأبناؤها لشراء جهاز المكيف، وعندما عاد إلى المنزل بالجهاز انفجرت والدة محمد من شدة الغضب، وذلك لأن محمد أقدم على هذه الخطوة دون أن يستشيرها، مشيرة إلى أن شراء مثل هذا الجهاز الباهظ ما هو إلا سفه أجبرته عليه زوجته المدللة والفاسدة. أوضحت ريهام في اعترافاتها أن معاملة زوجها لها اختلفت بشكل كبير بعد هذا الموقف، خصوصا بعدما اتهمته والدته بانعدام الرجولة. وبدأ محمد منذ ذلك الحين بافتعال المشاجرات والمشاكل مع زوجته، لا لشيء إلا ليثبت لوالدته أنه مكتمل الرجولة وقادر على إدارة شؤون منزله وتهذيب زوجته. في يوم وقوع الحادث طلبت ريهام من زوجها أن يقوم بشحن عداد الكهرباء قبل أن ينقطع التيار من المنزل، لكن محمد رفض طلبها بطريقة حادة للغاية، وبدأ في الصراخ في وجهها مشيرا إلى أنه ليس دمية قطنية كي تلعب بها كما تشاء.
قامت ريهام على الفور بجمع أغراضها وملابسها استعدادا لمغادرة المنزل، وأخبرت زوجها أنها لن تستطيع البقاء في الشقة برفقة الأطفال في ظل انقطاع التيار الكهربائي، لكنها فوجئت بمحمد ينقض عليها مثل المجنون وينهال عليها ضربا وركلا حتى كاد أن يودي بحياتها. بدأت ريهام تصرخ بصوت عال وتطلب الإغاثة من أهالي القرية، لكن أحدا لم يستجب لصراخها، وعلمت الفتاة الشابة أن عليها التصرف بمفردها والاختباء في ركن ما لحين وصول المساعدة. وقد استطاعت ريهام أن تفلت من قبضة محمد وتهرب إلى الحمام، حيث أحكمت إغلاق الباب وزادت من حدة صراخها طلبا للمساعدة. كان محمد قد دخل في حالة من الهيجان، وفي خضم نوبة العصبية تلك قام بتحطيم باب الحمام، واستطاع الإمساك بريهام مجددا وبدأ في ضربها، لكنها سرعان ما استطاعت التملص منه وهربت نحو المطبخ، وهناك أمسك محمد برقبتها وأطبق على أنفاسها بشكل عنيف، واستمر بخنقها حتى أوشكت على فقدان حياتها. في تلك اللحظات الحرجة التي كانت ريهام تعيشها، بدأت الفتاة الشابة تجوب بيدها على طاولة المطبخ بحثا عن أي شيء تستطيع أن تضرب به محمد على رأسه ليتركها، وسرعان ما وجدت ريهام في يدها سكينا واستخدمته لتوجيه طعنة لمحمد في صدره، فتراخت قوة يده وأمسك بصدره من شدة الألم، وبدأ يتمايل يمينا ويسارا حتى سقط على الأرض. أكدت ريهام في حديثها للمحققين أنها لم تكن تنوي إنهاء حياة زوجها، وأنها كانت فقط تريد الإفلات من قبضته قبل أن تفقد حياتها، مما يعني أنها تصرفت بدافع الدفاع عن النفس، مشيرة إلى أن محمد لم يفقد حياته على الفور، وأنه كان ساقطا على الأرض يتلوى من شدة الألم، بينما كانت هي تصرخ بكل ما أوتيت من قوة طلبا للمساعدة من الجيران، لكن دون جدوى. وعندما وصلت قوات الشرطة إلى المنزل أخيرا، كان محمد قد لفظ أنفاسه الأخيرة بالفعل. بالإضافة إلى استجواب ريهام، قام المحققون باستجواب عدد من جيران الزوجين وبعض الأشخاص المقربين من الأسرة، الذين أكدوا بدورهم على العلاقة المضطربة التي جمعت بين ريهام وحماتها. وقد أجمع الشهود على أن الصراخات التي سمعوها في يوم وقوع الجريمة كانت تدل فعلا على أن ريهام كانت هي من تتعرض للاعتداء. بعد عدة أيام من وقوع الجريمة، أصدر المعمل الجنائي تقريره لتشريح الجثة، والذي أوضح بما لا يدع مجالا للشك أن ريهام لم تكن تقول سوى الحقيقة، حيث تأكد خبراء المعمل الجنائي من وقوع شجار عنيف بين الضحية وزوجته قبل وقوع الجريمة، كما تم العثور على العديد من الجروح الدفاعية والكدمات على جسد الضحية، إلا أن أهم ما ذكره تقرير المعمل الجنائي هو أن محمد لم يفقد حياته على الفور بعد تعرضه للطعن، وكان إنقاذ حياته ممكنا لو خضع للإسعافات الأولية اللازمة، إذا لم تكن الطعنة التي وجهتها ريهام لصدر زوجها عميقة أو قوية، لكن رفض والدة محمد لتدخل أهالي القرية حال دون وصول المساعدة في الوقت المناسب. أخضع المحققون ريهام أيضا للفحص الطبي للتأكد من صحة أقوالها، وأثبت التقرير الطبي أن ريهام تعرضت فعلا لاعتداء شديد بالضرب، كما تم العثور على علامات وكدمات على رقبتها توحي بتعرضها للخنق بشكل عنيف، مما يدعم رواية ريهام بأنها تصرفت بدافع الدفاع عن النفس. من جهتهما، كان لوالدة محمد وشقيقته الصغرى رأي مختلف، حيث أوضحت لسلطات التحقيق أن ريهام هي من افتعلت الشجار مع محمد في ذلك اليوم، لأنها كانت تنوي إنهاء حياته، وقد قامت بترتيب مسرح الجريمة بشكل متقن ليبدو الأمر كما لو أن محمد هو من هم بالهجوم عليها. في نهاية الأمر، أحال المحققون قضية ريهام برمتها إلى القضاء، وقد دافع فريق الدفاع بأن الجريمة برمتها كانت مجرد قتل خطأ، وأن كل ما كانت تصبو إليه ريهام هو النجاة بحياتها، لكن هيئة المحكمة رأت أن ريهام وزوجها كانا منخرطين في شجار عنيف، مما دفعها إلى تصنيف الواقعة على أنها جريمة ضرب أفضت إلى موت. وبعد إدانتها بهذه التهمة، حكمت المحكمة على ريهام بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات. لا تزال أسرة محمد ترى أن ريهام استطاعت بمكر شديد الإفلات من فعلتها، وأنها كانت تستحق أن يتدلى جسدها من حبل المشنقة نظرا لأفعالها المحزنة. عايز يخنقها ويموتها.
قتلته دفاعا عن النفس. دفاع عن النفس اللي هي الواحد ده دفاع عن النفس. طب هي حضرتك قصيره كده وهو طويل، دي ممكن تضرب بالطعنه ديت في القلب عشان بتدافع عن نفسها. فيما ترى أسرة ريهام بأن ابنتهم راحت ضحية لوالدة زوجها الدكتاتورية والمتسلطة، وأنها لم تزد عن الدفاع عن نفسها عندما وجدت نفسها في خطر، وبناء على ذلك اعتبروا الحكم على ريهام حكما جائرا. فاستحالة بنت تفكر إن هي تأذي لأبوها وتجيب له مشاكل ويجري في محاكم، لأن هي عارفة قدرات أبوها إزاي. فماذا عنكم مشاهدينا الكرام؟ هل كانت ريهام تستحق الحكم الذي صدر بحقها؟ أم كان من المفترض أن تحصل على حكم أكثر قسوة كما تظن عائلة الضحية؟ أم أن ريهام لم تزد عن الدفاع عن نفسها ولم تكن تستحق السجن لكل هذه الفترة؟ لا تنسوا أن تشاركونا بآرائكم في التعليقات أدناه، كما لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله.